اللي مفكر ان الموضوع موضوع تسمم يعني والكلام ده، ان 26 حالة تسمم حصلت وكده، فلا الموضوع مش كده خالص. الموضوع اعمق واكبر واخطر واكبر من كده بكتير. الموضوع ببساطة ان السعوديين هنا بيقولوا على اللبن حليب، هو ده اللي حصل باختصار. فما ينفعش حد يفتح فرع بلبن ويبيعه بالحلا. فاهمين القصة عاملة ازاي؟ طبعا بهزر يا جماعة. هو الموضوع محزن ان يبقى فيه براند مصري كان ناجح بالشكل ده وفتح في اكتر من دولة عربية، ان هو يتقفل. بس لعله خير يعني، لعلهم يراجعوا اشتراطات الأغذية اللي عندهم والكلام دوت، وإن شاء الله يرجعوا يفتحوا تاني ويبقوا أقوى من الأول بكتير.